عبد الحليم اللي طول حياته عايش تعبان ومريض ومن مستشفى لمستشفى ومن عملية لعملية مات فجأة. ليه بقى مات فجأة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في الفيديو. عبد الحليم ازاي مات فجأة؟ اتمنى الفيديو ده بالذات تتابعوه للاخر وهتعرفوا ليه. معاكم امل في اعز الناس، وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله ويلا بينا على الفيديو. اهلا بيكم يا اعز الناس في فيديو جديد. النهارده الفيديو بيتكلم عن موت عبد الحليم. عبد الحليم اتكلمنا كتير جدا عن وفاته وازاي توفى وليه توفى وكل حاجه، لكن هل فعلا يعتبر عبد الحليم من الناس اللي ماتوا فجأة؟ في ناس كتير هتقول لا طبعا هو ما ماتش فجأة لانه مريض ومتوقع ان هو يموت، لكن الحقيقه لا. عبد الحليم عمل عمليات كتير قوي، فاصبح الموضوع معتاد انه يروح يعمل عمليه ويرجع منها، يروح يعمل عمليه ويرجع منها، وبيكون في صحته بيكون رايح يعمل عمليه اللي اصبحت شبه روتين في حياته، مش حاجه يعني صعبه ولا هي حاجه بيبقى ماشيين بيودعوه بالدموع، لا اصبح روتين في الحياه. بيروح ويكتب على الحيطه ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد، وبيزور سيدنا الحسين وبيكلم. اصبح روتين في حياته، وكل مره بيسافر ممكن تكون مره اصعب من مره، لكن كان بيرجع كويس جدا من غير اي تعب ومن غير اي حاجه. هل حبك للحياة هو السبب ولا حبك للفن هو اللي خلاك تنتصر على آلامك؟ وبصراحة والله الاتنين. الحياة حلوة. ما اقدرش اقولك انه مفيش انسان بيتضايق لما يعرف ان هو عيان، وانه ممكن عيادة يخليه او يديله فكرة عن انه هيفارق الحياة. والحقيقه ان الحياه والموت والمرض وكل حاجه في حياتنا محسومه، ملناش اراده فيها، احنا فيها مش مخيرين ابدا، لا نعرف هنموت امتى ولا بايدينا اتولدنا. لكن عبد الحليم لما كان بيسافر كل مره كان بيبقى متفائل جدا ومبسوط وفرحان، حتى في اخر رحله علاج، وان كانت رحله مختلفه شويه بالنسبه له، فيها شويه خوف لان الكبد بدا يعني يوصل لمراحل صعبه عليه، فكان بالنسبه له العمليه دي صعبه، خصوصا لما قبل ما يعمل العمليه خيروه قالوا له ان انت محتاج زرع كبد. فمعنى انه محتاج زرع كبد ده معناه ان الكبد فعلا خلاص وصل لمرحله انه بيها مش هيقدر يعمل العمليه دي تاني، لان الموضوع فيه تليف كامل للكبد. فاتشائم جدا هو في العمليه دي، وحس ان الموضوع فعلا فيه حاجه مش طبيعيه، خاصه انه نسي يقول او يكتب ان الذي فرض عليك القران لردك الى ميعاد، ودي كانت حاجه بيتفائل بيها جدا. فاتشائم قوي لما افتكر انه ما كتبهاش على الحيطه زي كل مره. فكانت دي العلامات اللي ممكن تكون بالنسبه له هو، انما بالنسبه للشعب والجمهور والاخواته هو راجع، هو بيعمل عمليه، العمليه رقم مش قادره اقول لكم رقم كام بالنسبه له لانه عمل عمليات كتير قوي، فهو راجع. ففعلا كان بالنسبه للشعب المصري كله ولكل محبي عبد الحليم هو مات موت فجاه وصدمه. فعلا لما اعلن خبر وفاه عبد الحليم كانت خبر وفاته صدمه كبيره. أيها السادة، جاءنا الآن الخبر الأليم التالي: توفي اليوم في مستشفى كينغز كوليدج بلندن فنان مصر والشرق. والله يكون في عون إخواته، لأن هو كان أصغر إخواته مش أكبرهم، وكان أول واحد يموت فيهم. جدا هو أصغرنا، عبد الحليم كان أصغرنا، إنما احنا كنا بنعتبره أكبرنا بعد وفاة أبونا وأمنا. يعني كان العطف اللي كان بيعمله لكل الأسرة بيعوض لنا أبونا وأمنا بعد ما توفوا. مش بس كده، كان عنده وفاء لأهله وعنده وفاء لأصدقائه بلا حدود، وفوق ده كله عنده وفاء لفنه ليس له حدود. طبعا ليس له حدود، يعني كان مخلص في كل شيء كان بيعمله، وذلك يعني عبد الحليم يعني وصل مش وصل بالسهل، مش من فراغ، وصل طبعا مش وصل من فراغ، وصل من وفائه لفنه، وفائه لأصدقائه، ووفائه لأهله. يعني أقول لسيادتك يمكن هو عانى كتير وكل مرة وصل للموت، لكن فعلا فكرة الموت بتبقى صعبة قوي، خاصة موت الفجأة. والحقيقة أنا مريت بالظرف ده
قريب مع اخويا اتوفى من 40 يوم فجأة. ما كانش في اي حاجة، ما كانش تعبان، ما كانش، كان بكامل صحته. والحقيقة فعلا فعلا موت الفجأة ده من أصعب ما يكون. يمكن على الميت لأ، يمكن على الميت خاصة لو كان الميت ده يعني كويس وسيرته حسنة، بيبقى حاجة كويسة ليه إنه ما حسش إن هو هيموت، ما يعرفش إن هو هيموت، وربنا اصطفاه واختاره لأنه يستحق ده. بس حقيقي هو حاجة مؤلمة وصعب قوي قوي للعايشين واللي قاعدين، وإن الواحد يعني ان الواحد يتحمل الفقد. في لحظه حسيت ان انا خلاص الدنيا بالنسبه لي انتهت وخلصت، ومش عايزه منها اي حاجه غير ان حصل اخويا ده. مش عايزه حاجه، انا مش عايزه حاجه، خلاص الدنيا خلصت بالنسبه لي. هو اصغر مني لكنه كان فعلا كانه اكبر مني. كان هو محتوينا كلنا كاسره هو محتوينا كلنا. بر بامه، بر بابوه، كان بر باخواته. يعني ما شفناش منه حاجه وحشه ابدا ابدا. كان بابا الله يرحمه تعبان في المستشفى 6 شهور، ما كانش بيفارقه، ما كانش بيسيبه ابدا. ماما بعد وفاه بابا بتبات لوحدها، مش بيسيبها ابدا تبات لوحدها، لازم ينام معاها. لو احنا مش معاها يبقى ينزل هو اللي يبات معاها، ما يسيبهاش ابدا مهما تقول له. هم في نفس البيت بس في نفس الوقت ما بيسيبهاش ابدا. فبصراحه ان احنا نستحمل حاجه زي كده، انا كنت متخيله ان الدنيا خلصت وان احنا مش هنقدر نستحمل حاجه زي كده، ولكن فعلا الصبر ده بيبقى من عند ربنا مش من عند اي حد. مهما يعني الناس صبرتنا، لا، ما تصبرنا على ايه؟ صبرنا على ايه؟ دي الفجعه كبيره، المصيبه كبيره، سايب ولاده صغيرين اطفال بيقولوا فين بابا، كل يوم بيسالونا فين بابا. هنقول ايه ونرد نقول ايه؟ الواعي منهم صغير في اولى اعدادي، يعني البنت حست ان خلاص باباها فقدته، لكن اللي عنده 2 سنين ونص بيسأل على باباه عايزه، هنقول له ايه؟ فالصبر ده فعلا فعلا من عند ربنا. ولان الانسان صالح كويس عمله حلو، دعوة الناس ليه ولينا استجابت في الصبر. فعلا الصبر من عند ربنا. وعبد الحليم واخواته فعلا صبروا عليه. كمان عبد الحليم بقى كمان شخصية بالنسبة لهم معروفة جدا، مالي عليهم بيتهم، مصدر رزق ليهم. قدروا ازاي يتخطوا ده؟ هو فعلا اللي ربنا اللي بيوهبه مش من بني ادم. فانا كنت عايزاكم تسمعوا الحلقه للاخر علشان تدعوا بالرحمه. طبعا عبد الحليم سبحان الله ربنا فعلا علشان هو برضو عمله صالح، وعشان هو كان مريض ومفتون وشهيد وكل حاجه في ربنا اصطفاه برضو واختاره انه يبقى محبوب في الارض، والناس كلها تدعي له بالرحمه وتعمل له قنوات وجروبات وحاجات كتير جدا. فانا كنت عايزه الحلقه دي برضو ان كل اللي يسمعها ويشوفها يدعو برضو لاخويا بالرحمه فيها، وانه يصبرنا اكتر واكتر، ويصبر برضو ماما، لان المصاب أليم قوي، صعب فوق الاحتمال، فوق ما اي بشر يحتمله. واللي فقد حد ربنا يصبره فعلا، هو عارف اللي انا بقوله او حاسه. فربنا اللي بيصبر، فعلا ربنا اللي بيصبر. وما كنتش اتوقع ولا اتخيل ان انا اقعد واتكلم معاكم تاني. انا كنت هقفل كل القنوات، كل صفحات، كل حاجه وخلاص. يعني جالي زي اكتئاب، زي الدنيا خلاص، الدنيا مش عايزين منها حاجه، احنا المفروض نقعد فيها كده نمسك مصحف وسجاده صلاه وخلاص. بس دي الحياه ودي سنه الحياه. والشيخ الشعراوي قال ما تزعلوش على حد برضو يكون ربنا اصطفاه وانتوا عارفين ان هو كويس، وتبقوا انانيين عايزينه ليكوا وعايزينه عشان هو مالي حياتكم. هو فعلا مالي حياتنا، فاحنا عايزينه عشان هو مالي حياتنا وعشان ما نقدرش نعيش من غيره. لكن هو ربنا وداه في مكان افضل، يبقى المفروض ان احنا نفرح له. بس هو غصب عننا، لان احنا بنبقى عندنا احساس ان الفقد مؤلم، وان الانسان ده مش هنشوفه تاني. بتبقى حاجه صعبه قوي على ان العقل يتقبلها وان القلب يحس بيها. لكن الشيخ الشعراوي جه وكانه رساله موجهه لينا، فجاه لقيناه في صفحه اخويا مشيرها هو قبل ما يتوفى باسابيع، وعزقنا فيه ان هو فعلا فعلا في مكان كويس. اشارات كتيره جات لنا، بشارات كتيره جات لنا، حاجات كتيره جدا جدا يستحقها هو والله، بشهاده كل الناس، بشهاده اللي يعرفه واللي يسمع عنه، عارفينه وعارفين هو ايه. ف إنا لله وإنا إليه راجعون. هو اللي خلقنا واحنا قاعدين في الدنيا ضيوف، وعزقنا ان احنا هنتقابل غدا نلقى الأحبة. والدنيا دار فناء، دار شقاء، دار كبد وعناء. لذلك احنا محتسبين ومستودعينه عند الله إلى حين اللقاء به.
كل امواتنا، بابا وابهاتكم واي حد فقد عزيز غالي يعني، ربنا يصبره يا رب. ومعلش الحلقه ممكن تكون صعبه شويه، وسبحان من اللي خلاني اتكلم فيها يعني، لكن ان شاء الله حلقات جايه كتير هنتكلم فيها عن حاجات كتيره حلوه، ويكون فيها برضو يعني افاده لينا في اي حاجه في في حياتنا، في دنيتنا، في كل حاجه. فاتمنى ان انتوا يكون الفيديو عجبكم، وانتظروا بقى فيديوهات تانية ان شاء الله تكون حلوه ونافعه ليكم. وشكرا جدا على المتابعه.